اهلا، صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ انا حاسه ان انا بقالي كتير قوي ما قعدتش اتكلمت مع الكاميرا. انا راشقه في مكان ومش عارفه اطلع منه، مش عارفه اطلع براه، اللي هو راشقه في فكره كده معينه، اللي هي فكره ان انا مش كويسه كفايه، او فكره ان انا ما استحقش النجاح، علشان اكون دقيقه اكتر. والموضوع متعب قوي ان انا اصحى كل يوم بالفكره دي قبل ما اليوم يبتدي. اصلا انا بالبيجامه، بالمناسبه انا لابسه بيجامتي، وعمري ما عملت كده قبل كده. عمري ما فتحت الكاميرا وانا لسه الصبح لابسه البيجامه عشان اتكلم او احكي اللي بيحصل. انا حاسه ان انا انسكيور، حاسه ان انا في حاله غريبه مش فاهماها قوي، بس المره دي عندي تقبل. مش فاهماها بس متقبلاها، اللي هو تمام، بس برضو مخنوقه منها. ممكن يعني كل حاجه في نفس الوقت. انا كان عندي حاجات كتير قوي في مخي عايزه اقولها قبل ما افتح الكاميرا، واللي هو كنت قاعده بتمرن في مخي، هقول ده وبعدين هقول ده وبعدين هقول ده. الكلام هيطلع بشكل روش قوي، بشكل منظم قوي، وكأن انا فاهمه قوي انا بقول ايه، زي ما بشوف بقيه الناس اونلاين. بس اول ما بفتح الكاميرا بنسى كل حاجه انا بفكر فيها، او اللي هو انا مؤخرا حاسه ان انا مش عارفه افكر. يعني واصله لليفل من التعب، حاسه ان انا مش عارفه افكر. انا حامل على فكره. في هنا بيبي، في هنا بيبي، ده بيبي مش كرش، بيبي ده. دي كانت لحظة awkward قوي. انا بقالي كتير قوي برضو بتمرن ازاي اقول انا حامل قدام الكاميرا، وما لقيتش ولا طريقة بالنسبة لي مش كرنج ولا واحدة. بس فانا حامل، مش عارفة ليه الموضوع بالنسبة لي كرنج. انا جبت كوبايه القهوه دي جديده وعجباني قوي. حاسه ان انا سامعه صوت قرد، بس بيتهيألي. مره شفت قرد عندنا في الجنينه، ومن ساعتها بس هو جري على طول. مش فاكره ساعتها ايه اللي حصل، في اطفال جريوا عليه ولا حاجه، جري على طول. بس من ساعتها وانا نفسي اشوف القرد ده تاني. المهم برضو شعري النهارده، معلش ممكن اعلق، بس شعري النهارده شكله صعب قوي، مش عارفه اشرح ازاي. بس امبارح استحميت وحطيت خل تفاح في شعري. بحط خل تفاح مع ميه لما يكون شعري ملزق شويه او مدهن، او انا دوست على ضرسي جامد قوي، لساني بتوجعني يا رب. المهم لما يكون شعري ملزق او مدهن بحط خل تفاح، بخففه بميه وبدلقه على الجذور بتاعتي واعمل كده. وبعدين خل التفاح اصلا بيقوم عامل ايه بقى، بينعم الشعر جدا وبيطريه وبيخليه يلمع كده ولطيف. بس ده كان امبارح. النهارده لسه صاحيه من النوم، مش نفس التأثير، يعني ملوش نفس الرونق خالص ولا نفس المنظر. انا برضو مش عاجباني قصة شعري، او مش عارفه هو طول من ساعه ما قصيته ولا ايه، بس انا كان نفسي اقصه اقصر من كده، بس ما جاتليش الشجاعه. ساعات مؤخرا، مش ساعات لا، انا حاسه ان ما عنديش شجاعه ان انا اكون نفسي مؤخرا. دايما كتافي مشدوده. أنا مش عايزه ابص على نفسي في الكاميرا. انا هقفل الباب بتاع الكاميرا. بسم الله. اوكي، حاسه كده احسن. لما بقعد ابص على شكلي كاميرا مش ببقى عارفه اتكلم براحتي خالص، بقعد الاحظ بزياده قوي انا بعمل ايه وبتحرك ازاي وكده. الموضوع بيبقى موتر قوي. انا دلوقتي في طريقه تفكير، او اللي هو في حاله ذهنيه ممكن اسميها، بقلل دايما من نفسي في اي حاجه انا عايزه اعملها. بقلل من نفسي وبحس انه مش هيبقى عندي كفايه من الحاجه اللي انا محتاجاها علشان اعمل الحاجه اللي انا عايزاها. هل ده منطقي؟ ثانيه هعمل تليفوني سايلنت. مش هو سايلنت اصلا. مش عارفه ليه بقى صعب قوي ان انا امسك الكاميرا واصور نفسي. يمكن عشان انا مش فاهماها، فمش عايزه اشارك حاجه مش فاهماها وبعدين اندم عليها بعدين مثلا. ساعات بقول لنفسي انه يمكن دي مجرد هرمونات عشان انا حامل ومخي بيتغير تاني. مخي اتغير اولاني مع اول حمل ولاده لابني. حاسه ان بعدهم انا بدات ابقى شخص تاني خالص، والتغيير كان جامد بالنسبه لي، ما اتبسطتش بيه. يعني كان تغيير بطريقه جذريه قوي، وكان متعب قوي بالنسبه لي. حاولت اقاومه قوي، بس يعني بس التغيير كان الافضل اعتقد. دي برضو حاجه انا مش متاكده منها، اللي هو مش فاهمه وانا اتغيرت للافضل ولا اتغيرت للاوحش ولا اتغيرت وخلاص، ولا مش فاهمه حاجه. برضو مش فاهمه وانا ليه اتغيرت فجاه قوي كده، بسرعه قوي كده. اللي هو من امتى؟ ساعات بقول لنفسي من امتى انا، من امتى بكره اروح مش عارفه ايه، او من امتى مش عارفه اتكلم مع مش عارفه مين، من امتى. بستغرب فجاه لما بتغير كده بطريقه سريعه وجذريه. بستغرب نفسي، مش ببقى عارفه انا مين. ولما مش ببقى عارفه انا مين بحس ان انا خايفه. مش بحس ان انا مش بكون حاسه بالامان، عشان لو بحس ان انا مش عارفه انا مين وانا بتعامل مع الناس، اي حد ممكن ياثر عليا. فمحتاجه ابقى عارفه انا مين عشان اقدر اواجه العالم اللي فيه حاجات كتير قوي بتحاول تاثر عليا وتخليني بشكل او باخر. بس في الموضوع ده صعب. وكمان انا حامل تاني مره طبعا.
احنا مخططناش للموضوع، بس الحمد لله على كل شيء. حاجة جميلة. انا حاسة ان الموضوع ده بيحصل لناس كتير قوي، مش لينا احنا بس، او مش ناس كتير، يمكن ناس قليلة برضو اللي بتعمل الحركة دي. بس يعني الحمد لله. انا الاول كنت اللي هو مذعورة ومش فاهمة اللي هو ازاي هربي طفل تاني وانا اصلا لسه ابني الاولاني يعني لسه ما تمش السنتين، فهيبقى بربي طفل لسه عنده سنتين وانا مش شايفة اللي انا بربيه ده هيطلع كويس ولا لا لسه، وهجرب في حد تاني على طول. ده ايه بجد. كنت مستنيه يعني، كان نفسي، بس طبعا خطة ربنا هي احسن خطة، بس كان نفسي اللي هو استنى شوية اكتر من كده اشم نفسي. انا بالظبط حاسة ان انا ما شمتش نفسي، او اللي هو بقالي فترة طويلة قوي ما تنفستش من غير ما افكر او اقلق افكر بابني او احس بالذنب. كانت لسه برضو واحده صاحبتي بتتكلم عن قد ايه انه قبل ما هي تبقى احساس الذنب ده ما كانش اللي هو قوي قوي كده، او ما كانش موجود قوي يعني في حياتها للدرجه دي. وانا حاسه بده جدا. انا بقيت بحس بذنب الحاجات اللي هو ان انا عايزه اقعد لوحدي اشرب كوبايه قهوه في صمت. بحس بالذنب اللي هو انا ليه عايزه ابني يمشي اخص عليا. انا المفروض ابقى عايزه اديله كل دقيقه وكل لحظه في كل يوم. فبحس انه بجد اخص عليا ازاي. دي حاجة غريبة ما اعتقدش ان انا حسيت بيها قبل كده، ولا اكيد حسيت بيها قبل كده يعني. اكيد الموضوع جاي من حتة، اكيد هو مش لسه بادئ حالا. المهم حملة اولاني في حملة تاني، بعد لما جبت نسيم اوكي اتغيرت تغيير، وكنت لسه بحاول اتعرف على التغيير ده. بدج كان في على بقي اهو. بدج تغيير تاني، حملة تاني، بيبي تاني. ايه بجد ايه. بحس الحياة تك 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 ايه. مش بعترض، بس اللي هو ايه ده. يمكن برضو انا ما كانش عندي التوقع ده عن حياة الاشخاص الكبار او الامهات او اللي عندهم اطفال. ما كنتش فاكره الموضوع هيبقى اللي هو خارج عن السيطره قوي كده، ودي حاجه اكيد بتخوفني. انا ببقى قلقانه لما الحاجه بتكون مش متوقعه او خارجه عن السيطره قوي كده، واللي هو بياخد وقت طويل بقى دلوقتي عشان ابتدي اهضم انه ايه ده انا اصلا حامل. يعني في حد سالني قبل كده في ايميل، بنت سالتني في ايميل، بس طبعا ما عرفتش ارد عشان عمري ما هعرف اكتب الكلام ده في ايميل في حياتي. يا جماعه انا اسفه انا ما بردش على الايميلات. انا غالبا ما اعرفش عندي ايه مشكلتي مع التكستنج يعني. انا مش عارفه ايه مشكلتي، قصدي مع ان انا اقعد اكتب كلام على التليفون. بس انا ما بعرفش اعمل كده، ما بعرفش اقعد اكتب كلام على التليفون، ما بعرفش اقعد اصلا على التليفون عدد الساعات ده كله ان انا ارد على ايميل او احكي قصه او نرجع للموضوع. عشان انا بجد برضو بفكر في كل ايميلات الناس اللي بعتت لي عشان تعمل اديتنج الفيديوهات وانا ما ردتش عليها. بس ما علينا. كنت بقول ايه؟ بسم الله. كنت بقول حاجه مهمه عايزه ارجع لها. كنت بقول انا باخد وقت عشان اهضم الحاجات. مش عارفه الفكره راحت مني. ده برضو بيحصل كتير، بكون بتكلم على حاجه وبعدين مخي يروح يلا نبص نبحلق على الورده اللي قدامي دي فتره طويله قوي، وانسى انا كنت بفكر في ايه. من كتر ما انا بفكر الايام دي اعتقد في كل حاجه في الحياه طول الوقت، وبحاول اتوقع المستقبل وايه ممكن يحصل واجهز ايه في حياتي عشان تاني بيبي. مخي بقى حرفيا مسحول، ولو عندي رغبه ان انا اقعد ساعات كتير قوي بجد ما بعملش اي حاجه بس بحلق في حاجه قدامي. عندي رغبه في البحلقه رهيبه. عارفه الناس هتضحك عليا، بس شفت فيديو بتاع جيم كاري بيتكلم عن موعظه يعني في الحياه، وبيقول انه حد صاحبه ولا مش عارفه مين، بصوا ما افتكرش بجد، بس اللي هو حد قال له انه معنى الشخص انه يكون depressed اللي هو معناها بالانجليزي او بالترجمة مكتئب، معناها ان هو محتاج depressed، ان هو محتاج راحة عميقة من ايه بقى، من الشخصية اللي هو كان بيحاول يمثلها للعالم، يبينها للعالم، يمثلها قصدي مش يمثلها اللي هو يمثل على الناس. انا مش بقول ان انا عندي اكتئاب، بس بقول ان انا محتاجة depressed بقى، مش يعني عشان مش حاسه انا متضايقه. انا الحاجه الوحيده اللي مضايقاني ان انا مش عارفه انجز حاجه في يومي، مش عارفه اطلع فيديوهات، مش عارفه اقعد اشتغل، مش عارفه اقعد افكر في حاجه وقت طويل، مش عارفه اصلا اجيب هدوم للبيبي اللي جاي او اشوف لو عندي هدوم او محتاجه اجيب ايه كده. اللي هو في حاجات، في شغل عقلي كتير قوي محتاجه اعمله انا مش عارفه اعمله خالص. هو بجد يعني انا عارفه انه انا مش بتذمر، بس برضو الشغل العضلي انا مش قادره اعمله، مش قادره اعمل حاجه، مش عارفه اشرح الموضوع ازاي. لو انا عايزه اقوم قوي انجز في حياتي بس انا مش قادره. انا عمري ما كنت بسمع للصوت اللي هو بيقول لي ارتاحي، فدلوقتي انا مش فاهمه الصوت ده ايه، بتعرف عليه لاول مره. علشان طول عمري لما كنت بحس ان انا تعبانه كان هو في رد فعل واحد، ان انا هزق وهكمل وانا تعبانه، مفيش اي اختيارات تانية. هنزق نكمل يعني، هنزق ونكمل علشان الحياه ما بتقفش لاي حد وبس.
بس صوت العصافير بجد بره تحفة. بحب اسمعهم وهما بيغنوا او بيتكلموا مع بعض. بحب قوي اسمع صوت العصافير. بحب اقعد حد اتفرج على سندريلا بالعربي، اسمع صوت العصافير يا مامي، كنت هترعش. بخاف قوي اغني قدام الناس يا خرابي، حتى لو بهزار يعني مش بجد، بس ما علينا. حاسه ان انا عايزه مخده. المهم، هل انا لسه طالعه في الكادر كويس؟ دلوقتي هحتاج ابص في الكاميرا يعني شغال. ممكن ارجع ورا شويه هقفل بقى البتاع تاني. انا عندي رغبة شديدة لان انا اقعد واسمع صوت العصافير وابص على الورد واسمع كلاكس العربية ده برضو عادي اللي جاي من بره، واقعد ما اعملش حاجة. عندي رغبة قوية جدا في ده، يعني جاية من اعماقي. بحاول اقول حرف القاف، بس في نفس الوقت الشيء اللي فوق هنا ده مخي او قلبي مش عارفه هو فين مشاعرنا، عشان ديبيتبل. انا بقرا الكتاب ده على فكره. انا بقرا الكتاب ده اسمه لما الجسد بيقول لا. لقيته قدامي لما رحت القاهره في ديوان اسمه لما الجسد بيقول لا، تمن التوتر المستخبي. معرفش ستريس يترجم توتر ولا اضطرابات مختفية. اعتقد اضطراب كلمة ادق. الستريس مش حاسة ان ستريس معناها توتر، ومش حاسة ان disorder معناها اضطراب. مش حاسة ان دي المعاني. فاعتقد انه لما بيحصل لنا اضطراب داخلي دي حاجة اعمق بكتير واتقل وايه كمان معقدة اكتر من توتر. مش شخص متوتر كده وخلاص. بس فالكتاب ده كاتبه دكتور اسمه جابور ماتي. انا قلت لواحد صاحبي دكتور جابر افتكرت ان هما كاتبين جابر كده يعني. معرفش، حاسه ان الاجانب بياخدوا اسامي كتير من عندنا. مش عارفه، نادين ولينا، يقول لك لينا بدل لينا يقولوا لينا، اللي هي لا يا جماعه هي لينا. فممكن يكون ده جابور هو جابر عادي، او يعني في مخيلتي هو جابر. بسم الله اللي حصل لصوتي بيروح. بس عشان برضو اتعلم اكتر عن اللي انا بعدي بيه بقرا كتاب. حاسه ان انا ذكيه قوي دلوقتي، لحظه ذكاء. عشان انا اخدت الكتاب ده ما اكتشفتش ان انا بعمل كده وانا باخده من على الرف يعني في المحل. بس انا فخوره بنفسي ان انا اشتريت كتاب، ودلوقتي حاسه ان انا عايزه اقراه قوي. عايزه اقول برضو انه المج ده برضو من ديوان بوك ستور اللي في المعادي، وانا بحبه قوي قوي قوي. انا لسه جايباه وشربت فيه قهوه مرتين من امبارح، بس انا بحبه قوي. احساسه جميل قوي. المجات في دهب هنا مش حلوه بمنتهى الصراحه، مش زي كده. ولو في حد لسه قصدي ما خدش باله، انا بحب المجات قوي. اللي هو هي حاجه بالنسبه لي، هي كل الحاجات الصغيره حاجه بالنسبه لي. اللي هو بيفرق معايا حاجات صغيره قوي في البيت زي المجات. الشمع انا جبت برضو من القاهره شمعة كبيرة قوي. بحب الشمع. بس فالمهم بحب الشمع. عندي رغبة رهيبة لان انا ارتاح، بس مخي مش سايبني ارتاح. اعمل ايه؟ مش عارفة اعمل ايه ولا حاجة. المفروض ما اعملش حاجة. المفروض ان انا اقعد مع الافكار دي اللي بتقولي ان انا فاشلة ومش هروح حتة في حياتي. او بصراحة هي الافكار مش بتقولي انا فاشلة. اقول لكم الافكار بتقولي ايه. يعني انا عندي خوف من حاجة طبيعية تماما. عندي خوف من ان انا اكون عادية. اعتقد عندي خوف من ان انا ما احققش اي حاجة استثنائية في حياتي، او ما بقاش اي شخص استثنائي على اي مستوى. بقى اللي هو عادية عادي، اللي هو يعني بعمل حاجة في حياتي بس مش شرط تكون ناجحة، بس هي حاجة عادية. وفي مني كتير وشبهي كتير وزي كتير، وكلنا مش استثنائيين خالص. كلنا عاديين زي بعض. انا حاسه ان انا مجنونه تماما طبعا وانا بقول الكلام ده لكاميرا قدامي عدسه شبه العين، بس عندي خوف من ان انا اكون عاديه. بس في نفس الوقت عايزه اكون طبيعيه. واعتقد انا بحب قوي انه في العربي كلمتين اللي هو طبيعي وعادي. عشان احنا عندنا اللغه العاميه واللغه العربيه عربيه. مبدا عادي ده اعتقد دي حاجه مجتمعيه، اللي هو نبقى كلنا عاديين زي بعض. اعتقد دي حاجه اللي هو جت في اللغه العاميه كده لما بدانا نخترع انه يلا نكون كلنا شبه بعض فنبقى عاديين، نبقى اوكي. بس لو احنا مش شبه بعض ما يبقاش اوكي. المهم ما علينا. مش عارفه اقول ايه دلوقتي بجد، مخي ساح. عايزه اكون طبيعيه اللي هو مع الطبيعه يعني. بس مش عايزه، بس خايفه اكون عاديه. خايفه اكون شخص عادي ما فيهاش اي حاجه مختلفه او استثنائيه. ليه عايزه اكون استثنائيه قوي؟ مش عارفه ليه. حاسه قوي ان انا عايزه اتشاف كده. مش عارفه. او اللي هو احس انه اتشاف بمعنى انه في كلمه بالانجليزي معناها مش عارفه قصدي معناها بالعربي، وهي recognition. اللي هو انا مستنيه recognition قوي. يمكن مستنيه ما يسمى برضه او اللي اكتشفنا ان هو بيتسمى validation قوي من العالم الخارجي. ومش عارفة برضو يعني اكيد انا عارفة ليه. تراما الطفولة لا بس قصدي مش عارفة انا ليه لسه هناك. اللي هو انا مدركة ان انا عايزة validation، وفي نفس الوقت مش عارفة ادي لنفسي الvalidation ده لسه، او مش بشكل مستمر. اللي هو بيجي لحظات لما ببقى قاسي قوي على نفسي بحاول ادي نفسي شوية validation عشان ما اقعدش اجلد في نفسي. بس العادي مش ان انا بدي لنفسي حقي او قيمتي او بعبر عن قد ايه انا مهمة لنفسي. مش كده. مش ده اللي بيحصل طول الوقت. والناس اللي هو بس انتي مش عارفة ايه،
بس المفروض، بس في نفس الوقت هقول في حاجه برضو غريبه قوي، انه في نفس الوقت اما الناس بتحاول من العالم الخارجي ان هي تديني الفاليديشن ده مش بصدقه برضو. حد فاهم حاجه؟ انا حاسه ان انا بجد بخرف قوي، وهمسح الفيديو ده كله من اوله لاخره. انا بجد كل حاجه بعملها مؤخرا عايزه امسحها، كل الفيديوهات اللي بعملها مؤخرا عايزه امسحها، مش عارفه اعمل اديتنج لاي فلوجز، عايزه امسح كل حاجه كل حاجه. وقابلت بنت جميله قوي في الشارع سبسكرايبر اسمها يمنى، وسلمت عليها وبجد كانت صادقه قوي وقالت لي كلام حلو برضو. والحاجه اللي انا عملتها ان انا قلت لها ان انا شايفه كل حاجه بعملها خاوه. لو شتمت شغلي للبنت اللي جايه تقول لي شكرا شغلي كرنج، البنت اللي جايه تقول لي كلام حلو قلت لها اصلا الحاجه اللي انت جايه تتكلمي عليها حلوه دي انا شايفه ان هي خاوه. ليه بعمل كده في نفسي بجد؟ او خلاص بقى سؤال، ليه؟ خلاص انا مش عايزه اعمل كده في نفسي بعد الان. بجد نفسي الموضوع ده يقف، نفسي ابطل اشوف نفسي بالشكل ده، نفسي قوي، نفسي ابطل اعطل في حياتي فترات طويله ومبقاش عارفه اتحرك فيها خالص علشان شايفه ان انا لا استحق، او ان انا مش عامله كفايه، او ان انا مش هقعد اعيد وازيد في قد ايه الامومه شغل، وقد ايه الموضوع 24 ساعه، وقد ايه بياخد وقت، وانا بحاول اربي ابني كده ومش عارفه انا وجوزي ايه الكلام ده كله. مش هقعد اهري فيه، بس هو انا تعبانه وخلاص، الاسباب واضحه وبديهيه وخلاص. مش عايزه كمان اقعد اتكلم عن قد ايه انا تعبانه، حاسه انا زهقت من الموضوع ده. يا ما نمتش ما عملتش ما سويتش، زهقت. مش عارفه الاتيتيود اللي عندي ده طالع منين، انا مش عارفه الصوت اللي طالع دلوقتي بيقول زهقت ده طالع منين. نفسي قوي بجد ابقى نفسي وانا مع الناس وانا بتعامل مع الناس، بس الموضوع صعب قوي بالنسبه لي. يعني كل شويه اعتقد ببقى احسن، بس هو الموضوع صعب، هو بجد صعب مش سهل خالص. وحاجه صعبه برضو ان انا ما بقاش نفسي مع الناس، حاجه مجهده قوي ان انا كل مره بحاول ابقى اللي هو ده انا بحاول اعمله دايما. اعتقد بحاول اكون ابان ان انا متحمسه اكتر من العادي عشان الناس تسالني مالك انتي كويسه، اللي هو كويسه، بس يعني عندي اسئله وجوديه كتير قوي النهارده، فمش قادره ابقى في نفس الحماس. لذيذ. مش عارفه بصور بقالي قد ايه، ممكن اشوف كده هو ليه ما بقاش بيكتب الوقت بتاع الريكوردينج. انا ما عنديش اي فكره انا صورت قد ايه لحد دلوقتي. ممكن اكون بقالي ساعة بتكلم، ممكن يكون بقالي 10 دقايق بس بتكلم، عمري ما هعرف، او ممكن اعرف. بعت فويس نوت لصاحبتي قبل ما بقالي 36 دقيقة بسجل. ماشي. دايما برضو ببقى عايزة اعمل فيديوهات اطول اتكلم فيها اكتر علشان الالجوريثم بتاع يوتيوب، عشان الناس تشوف فيديوهاتي. انا صورت فلوج في القاهرة واتكلمت اعتقد على موضوع انه دايما بحس بالانهزام قوي لما فيديوهاتي ما بتجيبش نفس عدد المشاهدات، او لما مش كل الاسهم في اليوتيوب بتبقى طالعة لفوق. انا نفسي قوي اعمل فلوس من اليوتيوب، مش هكذب. يعني انا هدفي الاولاني كان ان انا اشارك تجربتي علشان حد يستفاد او ما يحس ان هو لوحده، بس في نفس الوقت بمنتهى الصراحه لما عرفت انه ممكن اعمل فلوس حسيت ان انا نفسي قوي اعمل فلوس من يوتيوب، مش هكذب، عشان حاجات كتير، عشان ادعم نفسي واهلي، ويعني اسباب برضو بديهيه. انا قاعده في البيت حاسه ان انا هشحت قوي دلوقتي يا جماعه. عندي طفلين، استغفر الله، لا انا مش بتريق على الشحاتين، انا بتريق على نفسي. بس يعني احب انا كمان اساهم في بيتي، واحب ادعم اهلي واساعدهم ان هم يرتاحوا من الشغل بعد سنين طويله قوي في حياتهم هم بيشتغلوا. بس يا رب ان شاء الله ده يحصل في يوم من الايام. ده برضو حاجه مش شايفه ان انا استحق اي نجاح ماديا في الحياة، مش عارفة ليه. مش شايفة لنفسي، يعني شايفة للآخرين بس مش شايفة لنفسي. مش شايفة لنفسي ازاي انا ممكن ابقى ناجحة ماديا في حياتي. طول عمري عندي علاقة مش لطيفة خالص مع الفلوس، وما بحبش اتكلم في الموضوع، بحس انها محرجة قوي. احنا المفروض ما نتكلمش في الفلوس ابدا، بس هي حاجة بحس ان هي واخدة حيز كبير قوي في الحياة، برضو حاجة موترة بصراحة موضوع الفلوس ده. شفت كوبايتي، تعالوا نغير الموضوع. شفت كوبايتي عشان بدأت اتوتر، بدأت اضطرب، بدأت اقلق. بجد بحب الكوبايه دي قوي. انا حاسه انه انا كده تمام ان انا اخلص كلام هنا، مش حاسه انا عايزه اتكلم اكتر من كده، عشان انا حاسه ان انا فضيت كل حاجه كنت عايزه اقولها مبدئيا. ودلوقتي بقيت بحس انه ساعات ما ببقى عايزه ازق نفسي اكتر، المفروض ارجع لورا في اللحظه دي، مش ازق نفسي اكتر، عشان معنى ان انا محتاجه ابذل مجهود اكتر عشان ازق نفسي انه اصلا في مقاومه من نفسي، فالحاجه دي مش وقتها دلوقتي. شكرا ان انتوا شربتوا معايا القهوه النهارده الصبح. شكرا ان انتوا لسه موجودين هنا بتسمعوني. اتمنى يكون كلامي كان منطقي بالنسبه لكم عشان تستفادوا حاجه، وما توهتكمش قوي. انا جوه مخي اصلا الدنيا متاهات رهيبه، يعني رهيبه بجد. دايما بحس ان انا لو عايزه انهي اقول حاجه بقى اللي هو مش عارفه انا كذا كذا، او انتوا او العالم، او اقول حاجه كده اللي هو قفله جامده، بس ما عنديش قفله، عشان اصلا ما كانش عندي يعني فاتحه في اول الفيديو. فكده دلوقتي ببص على شكلي في الكاميرا، ده كان شكلي ماشي مش وحش اعتقد. نفسي ابطل انتقد شكلي، بس بحس ان انا بنتقد شكلي وانا حامل بزياده اكتر من الوقت العادي، عشان
ساعات كتير وانا حامل بيبقى شكلي كأني تعبانة، اللي هو شفايفي ناشفة مثلا، او مش عارفة اللون بيروح من وشي شوية. ممكن يكون ده عشان انا كنت في القاهرة برضو. انا مبسوطة ان انا رجعت البيت. يا رب افهم ايه اللي بيحصل قريب علشان ارجع لنفسي شوية وابتدي اعمل حاجات وانا حاسة ان انا فاهمة انا بعمل ايه وعارفة بعمل ايه. يا رب اعمل فيديوهات تاني لو دي حاجة كويسة. نفسي ابطل الانسكيورتي دي، insecurity ان انا ابتكر حاجة، اعمل حاجة، اعبر عن نفسي. ليه صعب كده نعبر عن نفسنا؟ وليه محتاجين قوي نعبر عن نفسنا في نفس الوقت؟ ماشي طيب، انا مش هتكلم اكتر من كده. شكرا، سلام. الناحية اليمين مش زي الناحية الشمال خالص في وشي، حد خد باله؟ يا رب محدش ياخد باله. سلام.